من ستارف أيام الدين. أنا ستارف أيام الدين، مواطن طاجيكي الذي قد قمت بنشر نداء مرة في وسائل الإعلام وللمجتمع العالمي على وجه العام، واعتقدت أنه كان ذلك النداء كافٍ، ولكن لسوء الحظ عندما قرأت الخبر هذا قمت بزيارة الإنترنت، فإذا رأيت خبر في الإنترنت وعلمت أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعقد اجتماعه السنوي من 9 إلى 21 من هذا الشهر في وارسو، وأنا كنت معجبا أنه دعي فيه ممثلو المنظمة الإرهابية التابعة لحزب النهضة الإسلامي، بما في ذلك محي الدين كبيري. لقد صدمني هذا الخبر، وكنت قلقا من أنه كأنما لم يبلغ تصريحاتي لآذان قادة هذا الحزب، ولهذا السبب من الضروري التذكير بالإشارة الخاصة إلى رؤساء المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بمن فيهم الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غرينمور، ومدير هيومان رايتس ووتش ميخائيل جورج لينغ، والسفيرة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى طاجكستان يوريولا تولا. أقول إنني أعرف الكثير من الأمور الخاطئة من العمل غير المناسب لهذا الحزب الإرهابي، وفي عام 2017 شاركت في واحدة من هذه الأحداث في وارسو، وقد علمت أفكار قادة هذا الحزب الإرهابي وخاصة محي الدين كبيري، وأن هدفهم هو حماية أنفسهم من هذه المنصة العالية، ويريدون إظهار أنفسهم في المجتمع العالمي كمالك بارة. إنهم لا يريدون أن يدرك العالم أفعالهم السابقة، إذ إنني على علم بذلك. أردت أن أقول حقيقة أنهم لا حق لهم الحضور في المنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لم تنخرط في المستوى العالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. إذا كان الأمر كذلك وأرادت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تسمع هذه الأشياء مني فليدعني إلى وارسو، لأن هذه المنظمة الإرهابية لحزب النهضة ليس له الحق في الكلام من على منصة هذه المنظمة الدولية، لأنهم هم أنفسهم شرور ومجرمون، وهم يريدون إلقاء الكلمات من على هذه المنصة العالية لدرجة بمن فيهم زعيمهم محي الدين كبيري يريدون أن يظهروا أنهم ملاك بريء ونثر التراب على عيون العالم، وأن يظهروا أنهم مظلمون، لكن في الواقع ليس كذلك. لقد عشت معهم طوال حياتي، بما في ذلك حضرت في عام 2017 في اجتماع المنظمة هذه وفي جلساتهم الخاصة أيضا، وأنا مطلع تماما على أهداف تنظيم هذه المنظمة الإرهابية، خاصة زعيمه محي الدين كبيري، إذ كانت هذه المنظمة أن تشك في تصريحاتي فإني أذهب شخصيا وأتحدث من على هذه المنصة وأفشي جرائمهم أمام المجتمع العالمي. وأنا ستعرف أيام الدين على استعداد للحضور في هذه الاجتماعات لهذه المنظمة الدولية في وارسو أمام الناس من أجل أمن البلاد والأمة. وبطبيعة الحال فإن مشاركة حزب النهضة الإرهابي وخاصة زعيمه كبيري يطعن بكرامة وسمعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأن هذه المنظمة تقول أنها تلتزم بحقوق الإنسان،
وأن تحمي حقوق الإنسان في العالم. ولكنه إذا كان قادة تنظيم الإرهابي شاركوا في هذا الاجتماع، فهناك تثير الشك في هل أنهم يحمين حقوق الإنسان أو يدعمون الأشرار وحزب النهضة الإرهابي، ولا سيما محي الدين كبيري، والذي أهدافهم الرئيسي هو زعزعة استقرار طاجكستان البالغ عدد مواطنيها 9 ملايين، وتحويل طاجكستان إلى سوريا وبلدان أخرى، حيث يموت آلاف الأبرياء والمدنيون الأبرياء فيها ليس لديهم أي هدف آخر. وهذا أيضا على أيدي الأجانب من إيران ودول أخرى، والتي تقاتل ضد الإنسانية وتدعم الإرهابيين. من المعروف أن حزب النهضة الإسلامي يعتبر زعيمه محي الدين كبيري وتدعمه جمهورية إيران الإسلامية، ويعترف ذلك في جميع أنحاء العالم. سمعت أنا أيضا عن تجربتي حيث كنت هناك، وأنا أعلم هذا بأم عيني. وأنادي مرة أخرى للسيد توماس رينمينغز والسيد مايكل لين ويوريولا تولا أن يحاولوا حتى لم يتم عقد ذلك الاجتماع، وأن لا يعذر فيه أعضاء هذا الحزب، ولا سيما زعيم المنظمة الإسلامية الإرهابية المتطرف محي الدين كبيري، لأن حضورهم في هذا الاجتماع تطعن على سمعة هذه المنظمة. لقد شاركت في اجتماع المنظمة وسمعت من العديد من المشاركين أن شعوب العالم يعتمدون لهذه المنظمة. إنهم يعتقدون أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي منظمة لحقوق الإنسان، ولكن إذا حضر أعضاء حزب النهضة في هذا الاجتماع مثل كبيري، فأنا مقتنع بأن هذا سوف يطعن في سمعة هذه المنظمة. وأنادي مرة أخرى أن لا تسمح هذه المنظمة كمواطن، وأطلب منهم وقف حضورهم في هذا الاجتماع. لقد أشرت من قبل إلى بعض جرائم الحزب الإرهابي بمن فيه مديره محي الدين كبيري. إذا كانوا غير مجرمين، فلماذا لم يقم أحد منهم بالرد على تصريحاته في وسائل الإعلام لبضع دقائق؟ وهذا يعني هو السبب في أنهم شركاء في هذه الجرائم، وهم لا يتكلمون كلمة أخرى، ولكن بسبب حقيقة أن المجتمع الدولي الذي لا يعلم عن ذلك يريد أن يبرهن على أنهم مبررون وأبرياء. وبالطبع فإن الفرص التي توفرها هذه المنظمة والعالم تريد استغلال الجهل الوحيد. لكنني أؤكد مرة أخرى أن حزب النهضة الإسلامي المتشدد الإرهابي لديه يد على جميع هذه الجرائم في طاجكستان وخاصة كبيري، وأنا أقول هذا لجميع العالمين.